هرطب تحت عينيا لان هو ناشف جدا. بس يعني هحاول ان انا اخلي المرطب تحت عينيا كده بكمية كبيرة شوية حلوين زي ماسك كده. بعد ما سبته بس شوية كده حلوين خلاص هبتدي ادمجه. تمام. بعد كده هستخدم البرايمر ده من بريتيومن، بقالي حابة بستخدمه كمرطب، يعني هو كمرطب قبل الميك اب طبعا، لان هو ريحته بصراحة صعبة شوية، مش عارفة ليه ريحته زي الفيتامين سي كده، تشبه البرتقال شوية، بس زي ما انتوا شايفين هو بيرطب. بعد كده على طول هاخد الفاونديشن من تو فيس، في بقى البروش دي اللي هي بيكون شكلها كده، دي انا عمري ما جربتها، بقالها عندي كتير قوي وعايزة اجربها. حاسة ان في حاجة، وده معناه ان انا مش مهتمية بيها. تمام. فالحاجات دي بقى بتبان جدا جدا في الميك اب، للاسف دي مشكلة بعاني منها بقالي فترة حلوة. بصوا الجبهة الحقوا على طول، اول ما تلاقوا الفاونديشن زاد منكم في الجبهة الحقوه على طول، لان اكتر منطقة وحش جدا ان هو يزيد فيها الفاونديشن هي منطقة الجبهة. هاخد البيوتي بلندر مرة شوية. بعد كده هاخد خافي الهالات ده من براند رخيصة جدا، بصراحة دي مش اول مرة اجربه، بس يعني ده الشيد بتاعته واحد بس، بجد مش عارفة يعني لسه ما اقدرش اقول عليه اي حاجة. نفس البراند دي في منتج هكلمكم عنه في الفيديو ده، ممكن يكون المنتج الجاي، خلاص هو الجاي. بس يعني المنتج الجاي ده انا بحبه جدا. دي بروش جديدة برضو جايباها عشان انا الفترة الاخيرة بقيت بحب ان انا ادمج خافي الهالات ببروش اكتر من البيوتي بلندر. البراند دي اسمها ساندرا كوزماتيكس. تمام. من نفس البراند في ده مكتوب عليه ان هو ليب جلوس مات، بس انا معرفش ازاي يعني ليب جلوس هيكون مات، بس هو طبعا مش مات، فانا عايزه اقربه لكم كده على قد ما اقدر. بصوا هو في زي جليترز تحت كده بتكون متراكمه تحت، يعني بتكون في الحبه الاخيره، فانا لازم نعمل كده كويس قوي. تمام. هو مش ليب جلوس قوي لان هو القوام بتاعه اتقل من الليب جلوس، فهمتوني؟ بصوا فانا بستخدمه كتنت. هتقولي ازاي؟ هقولك. تمام. هو لونه قوي فانا بخففه. كان في منتج زمان وانا صغيره كنت بحبه قوي، كان نفس الفكره كده، اللي هو ليب جلوس بس زي روج تقيل ونفس الوقت بيكون شايني كده، مش بيتحول يعني بدون لمعه.
فهو طبعا عادي انك ما تخففيهوش، بس يعني انا عادة بخففه. طيب هستخدم بعد كده ده من بريتيومن. ده بقى انا بحبه قوي قوي، ده درجته 2 بجد، من احلى الحاجات اللي ممكن تجربوها، دي حقيقة. فانا بس كترت، بس ده بقى مش مشكلة. الشيد دي بالذات انا مجربتش منه اي شيد تانية، بس الشيد دي طبيعية قوي. انا مش عارفة بقى هي باينة ولا لا، بس هي طبيعية جدا. البراش دي طلعت تحفة بصراحة في الفاونديشن. دلوقتي وزعت التنت حلو، ف ده مش تنت اعتقد، ده بلاش، كريم بلاش. وبعد كده تمام هاخد ده من تشاو. طبعا ده انا بستخدمه بس عشان اخلصه، ده خافي هالات ضربته 4، بس ده محدش يجيبه خالص، لان ده تقريبا من اوحش الكونسيلرز اللي انا جربتها في حياتي. عبارة عن مية تمام. هسيبه بقى كده مع نفسه، وبعدين هستخدم ده برضو من بريتيومن. هو مش بينك، هو بيتحول على البشرة لجولد. بس لمعته حلوة قوي. دي الباودر بتاعت اماندا. لازم نفضيها الاول قبل ما نجيبها تحت عينينا، عشان كتر البرودكت في الباودر هيعملك خطوط. وابتدي يعني مثلا ابتدي من هنا وبعدين اطلعي لتحت عينيكي، ما تروحيش دايركت على طول على تحت العين. ده ايه، هثبت فوق عيني. بصراحة مش هعمل اي حاجة فوق عينيا غير ان انا هسحب خط كده ايلاينر اموهه، شكرا جدا. بس هبتدي اخد اللون على تحت ومن الحروف كده على فوق. المفاجأة بقى انا مش هحط ماسكارا، تمام. هعمل برونزر كده سريع ببشرتي. هسرحها بس. حابة اجرب معاكم المنتجات الجديدة. اخر واحدة في الكون هتجربه، ثانية واحدة بس، دي حقيقة هو عندي بقاله شهور حرفيا. الشيد دي اصلا انا كنت طالباها
لان هي اعتقد كانوا بيقولوا ان هي limited edition و مفيش اي حاجه. طلبتها اصلا من سيلر عشان تجيلي يعني من برا، مكانتش عندها اصلا. بس مش عارفه ده طبيعي ده عشان كده يعني. بس انا مش عايزه يعني، انا مش عايزه اجرب الناحيه التانية النهارده. انا زي ما بقول لكم انا مش خارجه ولا اي حاجه، بس كان ميك اب توتوريال بسيط جدا جدا، بجرب فيه كده حاجات مكلمتكوش هنا عنها قبل كده. بس هروح اغسل ايدي احسن واجي. انا جربتها النهارده وعجبتني بصراحه. هي يعني البراش دي عشان اول مره اجربها، والليبستيك بتاع كيكو يعني مع الميك اب بتاعي طلع يعني نفس الشيد اللي انا كنت شايفاها واخترتها. لما سبته شويه كده بقى حلو قوي بصراحه، عجبني. جربوها قبل كده، بس انا بعشق المنتج ده. يعني هما دول اكتر منتجين بستخدمهم من بريتي وومن الفتره اللي فاتت، الكريم بلوش ده والبرايمر. واضح. وبس كده، هو ده الميك اب. اشوفكم في فيديو جديد.